السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. اليوم 13 من محرم، يوم دفن الأجساد الطاهرة من قبل الإمام السجاد عليه السلام. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم. وهذا جزء من ثواب البسيط، كل سنة كنت أسوي السويق، وهذا المتعارف عليه في يوم الثالث. ولكن اليوم من بركات الإمام الحسين عليه السلام حبينا نغير بحلا بسيط، ومواده متوفرة في الأسواق وموجود تحت المتناول. الحلا هو عبارة عن هذا البسكويت. اليوم طبعا راح أسوي كمية كبيرة، هذا البسكويت والقيمر، وهنا عندي كريم كراميل. راح تشوفون الطريقة إن شاء الله وتعجبكم. وهذا المي أكيد بدون سكر وبدون نار وبدون حرارة. تعرفون الدنيا حارة، والواحد لازم يقدم أشياء باردة على القلب. هنا أنا طبعا خلطتهم كلهم بالخلاط. المواد صار عندي بهالشكل هذا. شوفوا القوام مالته كلش ممتاز. مثل ما قلت لكم، ما بي أي سكر، ما بي أي مواد إضافية، مجرد سكر، كريم كراميل قيمر أو قشطة، وهنا البسكويت. خلطتهم صار هذا شكلهم، وراح أبدي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وراح هنا نصبه طبعا في هاي كاسات الجاهزة، وراح نوزعه قبل المغرب. حبيت أشاركه وياكم، وأتمنى تطلبون أمراتكم، وأتمنى هي الفكرة تعجبكم حتى تفيدكم في توزيعات محرم المستمرة، والأربعينية قادمة على الأبواب. إن شاء الله تنال إعجابكم، وأطلبوا حوائجكم، وإن شاء الله ببركة الإمام الحسين والإمام السجاد عليهم السلام إن شاء الله مستجابة تحقيق الأمنيات، النجاح لأولادنا وبناتنا بالسادس، والتوفيق للجميع والصحة والعافية، وعليهم الستر والرزق إن شاء الله. حبايب قلبي، وهذا هنا إن شاء الله توزيعاتنا البسيطة، وأستودعكم الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء، مع السلامة.